السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب. معلش على التأخير، بس هنا عايزين نقدم كده ايه حاجة كده من الحلويات. حلويات العيد أو في أي مناسبة خاصة بيكي. دي السابليه أو الصابليه على حسب ما بتسموه. هنعمله كده بطريقة سهلة جدا وسريعة. هو المقادير، انا عملت مقادير صغيرة جدا بحيث ان هي تكون حاجة كده ايه جنب بقية الضيافة بتاعة العيد، وتكون سهلة وسريعة ومقادير تكون مظبوطة جدا. تعالوا مع بعض نشوف احنا عملنا السابليه بتاعنا ازاي. اول حاجة يا بنات، كل اللي عملته ان انا حطيت كوباية الا ربع من السكر البودرة، عليها كوباية من السمنة، السمنة النباتي العادية. هو الاساسي مفروض زبدة، بس انا مش متواجد عندي زبدة، فعملته بالسمنة وطلع على فكرة رائع جدا وما اختلفش كتير قوي. فلو انتي مش متاح عندك الزبدة عادي استخدمي السمنة. المهم يا بنات، ضفت كوباية من السمنة على كوباية الا ربع من السكر البودرة، فضلت اضرب فيهم لحد ما عمل معايا زي الكريمة الفاتحة كده زي ما انتوا شايفين معايا. لما يوصل معاكي قوام بالشكل دوت، بتنزلي عليهم ببضاية وكيس من الفانيليا او معلقة من الفانيليا، وبنبدأ نبدأ نضرب تاني بالمضرب لحد برضو البيضة ما تختفي معايا تماما، وبرضو يبقى لونها افتح وافتح من الاول. لازم الخطوات دي مهمة جدا عشان يطلع معاكي ناعم جدا جدا. كل ما تضربي فيه اكتر واكتر، كل ما هيبقى معاكي السابليه ناعم جدا جدا فوق الوصف. هنا بقى مرحلة المضرب خلاص كده انتهت. كل بقى اللي احنا هنعمله، هنعمل ايه؟ هبدأ ان انا هضيف الدقيق. هحط، المفروض ان انا كنت هحط 4 كوبايات من الدقيق، فانا حطيت 3 كوبايات من الدقيق وعليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، والكوباية الرابعة انا حطيتها على جنب بحيث ان انا اقلب الاول واشوف، لان في دقيق بيشرب سوائل وفي دقيق ما بيشربش. وحطيت كمان رشة ملح. بدأت ان انا اقلب بالمعلقة كده زي ما انتوا شايفين معايا. دي المقادير اللي انا حطيتها، وبدأت بقى ان انا اقلب زي ما انتوا شايفين معايا كده، اقلب بالمعلقة. بعد كده هبدأ ان انا استخدم ايدي واعجن بايديا تمام. المهم يا بنات، انا خليت الكوبايه الاخيره دي زي ما قلتلكوا عشان في دي بيشرب وفي دي ما بيشربش. انا لما جيت استخدمت 3 كوبايات لقيتهم حلوين جدا ومش محتاجين الكوبايه الرابعه، فانا ما ضفتهاش عليهم. فضلت الم فيها كده واعجن. مش هعجن فيها كاني بعجن في قرص او فطير، لا، احنا بس مجرد ان احنا هنلم لحد ما الدقيق بتاعنا يختفي. بعد كده خلاص تمام، امورنا كده هتبقى تمام. مش محتاجين العجن تاني او ان احنا نقعد نعمل بايدينا تاني. بصوا، هي بيبقى شكلها كده، بتبقى مفرولة وبتبقى ده شكلها. يعني الجو حر جدا، فانتي ممكن تحطيها في التلاجة شوية وبعد كده تبداي تشتغلي بيها عادي، مفيش مشكلة. المهم يا بنات، بعد كده جبت ورق زبدة. لو ما عندكيش ورق الزبدة عادي ممكن تجيبي كيس نايلو عادي وتقصقصيه وتحطيه كده ايه 2 فوق بعض، واحدة من تحت وواحدة، والعجينة بتاعت السابليه اللي احنا عملناها بعد كده الجزء التاني من فوق، وتبدأي ان انت تشتغلي بالنشابة بتاعتك وتفرديه. بصوا هنا انا بحس بايدي ان انا اتأكد ان المستوى او السطح بتاعه ناعم، والسمك بتاعه حلو قوي، ما بيبقاش رفيع جدا ولا تخين قوي، لان ما تنسيش ان انت هترجعي تحطي كل 2 مع بعض هتلزقيهم بالشوكولاتة تمام. زي ما انتوا شايفين معايا كده بالشكل دوت يا بنات. طبعا في اشكال كتير قوي، في نجمة، في قلب، في وردة، في حاجات كده اشكال زي دي. لو انت عندك الاشكال اللي هي بتاعت الاطفال بقى، اللي هي بتاعت فيل، دبدوب، عروسة، تمام مفيش مشكلة. لكن انا هي دي الاشكال المتواجدة عندي. عملت القلب وعملت نجمة وعملت كمان الوردة مفتوحة، وكمان عملت الوردة مقفولة بحيث ان انا اغير كده في الاشكال ويبقى عندي اكتر من شكل. فعملت هنا شكل القلب معاكم. هنا بقى محبتش اقطع الحته دي، هنا كنت عايزه اوريكم ان انا لما حطيت حته العجينه وفردتها وبدات ان انا اقطعها بالشكل دوت، الباقي منه شيلته وحطيت الجزء التاني بحيث ان يا بنات ان انا يعني اللي انا كنت شغاله فيه دوت يعني قعدت افرد فيه وقطعت منه، ما يبقاش ان انا يعني استهلكته على طول وعجنت فيه كتير ولميت فيه كتير. فبسيبه يرتاح شويه وباخد بقيه العجينه واشكلها وهكذا لحد ما تبقى معايا عجينه واحده بس، لحد ما تبقى معايا عجينه واحده، وساعتها برضو انا هستخدمها. هنا بقى كنت بعمل معاكم شكل النجمه زي ما انتم شايفين معايا كده بايدي، يعني بايدي كده بتبقى من تحت بضغط كده بالراحه بصوابعي بحيث ان هي تخرج معايا، والايد التانية بحطها على ايدي كده، ونفس الايد بترجع تاني على الصينيه. ما ينفعش ان انا اقلبها من ايد لايد لان هي العجينه دي حساسه جدا، فلازم ان احنا نتعامل معاها كده بحرص يعني.
زي ما انتوا شايفين معايا كده ان انا ايه ببدأ كل شوية بقى اشيل واحط اشيل واحط وهكذا لحد ما اخلص العجينة معايا كلها واشكل التشكيلات اللي انا عايزاها. هنا بقى قلت انا هعمل الوردة زي ما انتوا شايفين معايا كده. ف باي حاجه عندك كده تكون مدوره صغيره وتبداي ان انت تفتحي ده القمع اللي هو بتاع كريم شانتيه. فانا طلعته يا بنات وبقيت اعمل بالدايره الصغيره دي بحيث ان انا اعمل واحده مقفوله وواحده مفتوحه والزقهم مع بعض يديني شكل جمالي حلو زي ما انتوا شايفين معايا كده. انا هنا بوريتكم جميع الاشكال وبعد كده هكمل بقيه الكميه انا مع نفسي. دخلتها الفرن على درجه حراره 180، النار من فوق ومن تحت. الفرن كهربا يا بنات مش غاز، تمام. زي ما انتوا شايفين معايا بالشكل ده اهو. ده شكل الوردة المقفولة، وده طبعا الصاج اللي احنا كنا مشكلينهم مع بعض. ده كده بعد استوى يا بنات اهو. ده اللي احنا كنا مشكلينهم مع بعض. هنا كمان اللي هو القلب، وكمان حطيت بقية العجينة كورتها كده كور صغيرة. الأولاد فرحوا بيها وكانوا بياكلوها. ودي الوردة المفتوحة زي ما انتوا شايفين معايا بالشكل دوت. وكمان النجمة. بعد كده يا بنات، عذرا يعني عن المنظر، بس كان في يومين العيد بقى والترويق والتنظيفات وكده. اللي متابعني على قناه اليوميات هيعرف انا كنت الفيديو دوت كنت بعمل فيه ايه. كنت بنعمل فيه تنظيفات العيد يا بنات. قناه اليوميات يا بنات اسمها يوميات ام اياد وشاديه. ان شاء الله باذن الله هبقى احط لكم اللينك بتاعها وتبقوا تروحوا بقى تزوروني كده وتشوفوا كده وتقولوا لي ايه ان القناه حلوه وان شاء الله هتعجبكم. بنقدم فيها حاجات كتير قوي. المهم يا بنات، بدات بقى ان انا سيحت كده شوكولاته عادي اللي هي بديل النوتيلا. وبدات بقى ان انا احط كده كل اتنين مع بعض احس ان هما متطابقين مع بعض ومتساويين. واروح بقى ايه ملزقاهم في بعض بالشكل دوت واحطهم في صينيه او اي حاجه معاكي بحيث ان انت تحفظيها. بعد ما تعملي الخطوه دي لازم تسيبيه اقل حاجه 3 ساعات 4 ساعات. بعد كده تبداي ان انت تزينيه بالشوكولاته الخارجيه او تغطسيه في الشوكولاته. طبعا انا خبزت في يوم وشكلت في يوم وزينت في يوم الوقفة من تجهيزات وتحضيرات العيد يعني. فعشان كده انا ممكن اكون الفيديو اتاخر معايا شويه وما قدرتش بصراحه، وكنت يعني منزله دايما الروتين على القناه التانية ان انا مواظبه معاها. فقلت لا، انا بعد كده ما اقدر ان انا يبقى عندي مكان امكانيه او عندي وقت هبقى انزل لكم. لان الحاجات الحلوه اللي زي دي مش معتمده بعيد بس او معتمده باي حاجه. انا عن نفسي بحب اعملها في كل الاوقات او ضيافه كده مثلا لمناسبه عندي لضيوف. بتبقى حاجه كده سهله وسريعه وفي نفس الوقت بتبقى شيك كده وشكلها حلو. زي ما انتوا شايفين معايا كده بالشكل دوت يا بنات. بدات الزق كله كده مع بعضه بحيث ان ايه ان انا ابقى ملزقه كله مع بعض، النجمه مع النجمه، القلب مع القلب، الورده المقفوله وفوقيها الورده المفتوحه بتديني شكل حلو دوت. بقى ايه لزقنا كل الكميه زي ما انتوا شايفين معايا كده. بعد ما لزقتها ده كان شكلها زي ما انتوا شايفين. بصوا شكلها تحفه من قبل ما تزين بالشوكولاته. ودي بقيه الكميه اللي باقيه معايا. بقى كام واحده من الورده المفتوحه زي ما انتوا شايفين. يعني حطيت كل اتنين مفتوحين مع بعض. برضو قلت ايه شكل كده ايه جديد غير اللي احنا متعودين عليه. بعد كده هنا يا بنات دي شوكولاته سما اللي هو القالب الكبير اللي بتجيبيه من عند اي عطار او اي مستلزمات حلواني. سيحتها زي ما انتوا شايفين كده بدون اي اضافات. وبدات بقى امسك كده قلت هشكل القلب ان انا هعمل نصه ويعني اسيب نصه كده ساده ونصه بالشوكولاته زي ما انتوا شايفين معايا كده. واي زياده بشيلها. ويفضل ان انت تعمليها بالمعلقه كده وتسويها بحيث انه يبقى ايه النص بالنص كده يبقى شكله حلو ما يبقاش عشوائي وتغطسيها بس كده. برضو الورده حبيت ان انا اعمل النص اللي من فوق واسيب النص اللي تحت احلى. حسيت ان هو اشيك. جربت ان انا اعمل اغطس ال الوردة او النجمة كلها. ما حبيتش شكلها يا بنات، ما حسيتوش ان هو لطيف اخر يعني. اكتر حاجة حبيت اللي هو يبقى نص ونص. اللي هي الوردة اللي هي المفتوحة خالص برضو غطستها كلها بحيث ان هي تبقى متغطسة كده وشكلها حلو. لان انا مش هزينها ومش هحط عليها اي تزيين خالص. النجمة حطيت عليها جوزة الهند اللي هي الوردة اللي هي مقفولة ومن فوق مفتوحة. حطيت لها كريسب لونه اصفر. والقلب زينته زي ما انتوا شايفين معايا كده بالشكل دوت بالكريسب لونه رصاصي. طبعا لو انت عندك مكسرات ممكن تجرشيها او فول سوداني بتبقى برضو طعمها حلو. وبالاخص لو كان عندك بندق، البندق بيحب الشوكولاتة بيبقى طعمها تحفة. ده الشكل النهائي بعد ما زينت يا بنات. شايفين كده معايا القلب والوردة والنجمة
زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. بعد كده بحطهم في التلاجة عشان الشوكولاتة تمسك. بعد كده بتقدميهم في الورق بتاع الكب كيك، ورق الزبدة، وبتقدميها زي ما انتوا شايفين معايا كده. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. كل سنة وانتوا طيبين ويدوم عليكم الأيام بخير. عيد سعيد عليكم يا رب. اشوفكم على خير في فيديو جديد، واتمنى لكم الستر والصحة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.